مرحبا بكم مرحبا بكم مرة أخرى في سهرة المسامح كريم على الفضائية الخاصة الأولى حنا بعل. طبعا للمشاركة في البرنامج، للمشاركة لمراسلاتنا MK 87 787، هذا الرقم اللي يحبوا يشاركوا في برنامج المسامح كريم باش يكونوا حاضرين في بلاتو المسامح كريم. طبعا للتفاعل مع البرنامج نقبلوا آرائكم ونقدكم على RMK 87 87، وللمشاركة أيضا زاد يمكنكم المشاركة عبر الموزع الصوتي 88 40 31 31، وطبعا العنوان الإلكتروني لقناة حنا بعل www.anibaltv.com.tn. نحب نذكر السادة المشاهدين أنه في بلاتو المسامح كريم قبل 3 أسابيع أو 4 أسابيع كنا استضفنا الأم زهرة العجيلي وابنتها للبحث عن الحقيقة وللقيام بإعلان حول فقدان ابنتهم 8 أشهر. الموضوع هذا كان خذا صدى كبير لدى السادة المشاهدين، طبعا حضور الوالدة وكشف عديد من الحقائق، وقالوا أنه بنتهم غابت 8 أشهر من جوان الفارط إلى الفترة الأخيرة، وسونيا المفقودة اتفقدت رغم أنها متزوجة وعندها 2 صغار، وبالوقت هذاك ما لقاوهاش. أنا نحبكم تتابعوا لأنه هناك مفاجآت في هذا الموضوع، ولكن قبل ما ندخل في العناصر الأخرى للموضوع نحب نذكر السادة المشاهدين بالحصة اللي حضرت فيها الوالدة زهرة، واللي من خلالهم كرموا شخص جاء وموجود معاهم لأنه وقف معاهم في المحنة نتاعهم. نشوفوا ملخص من هذه الحصة ثم نعود. التاريخ 20 فبراير 2009. الأم زهرة والابنة هدى يلتجئان لبرنامج المسامح كريم للبحث في لغز اختفاء سونيا. شبيك تعبة شوي؟ أنا تعبانة بنتي هدى. نحب نبدا معك انت، كيفاش بدات الحكايه؟ فما خلافات من قبل؟ كان فما خلافات خاطر ما يصرفش عليها، كان اللي يخدم بهم يبعثهم الدار يصرف على دارهم هكا، وهي ما يصرفش عليها. ما يصرفش. وعندهم اولاد هما؟ عندها 2 أولاد. 8 أشهر سونيا مش موجوده؟ مش موجود. اخر كلام بينك وبينها شنو تتذكروش؟ نتذكر. ايش قال؟ نتذكر اللي هي باش تجي بحذانا، نتذكر اللي هي باش تمشي البحر، نتذكر. وين اللي كانوا عز الحبايب راحوا وخانوا قلبي اللي دايب، بكوا عيوني اللي كانوا عيوني، بكوا عيوني اللي كانوا عيوني. سونيا من 12 جوان اخر مكالمه هاتفيه بينها وبين اختها هدى على اساس انها ستعود لدار بوها وامها، تعيش خلافات زوجيه، موجوده الخلافات الزوجيه بينها وبين زوجها. ومن ذلك اليوم من اخر كلمه ارد بالك على روحك الهداء الى يومنا هذا سونيا تفقد في ظروف غامضه الى الان. صغير حكى لي، قال هز محرمه امي يحكي، قال لي يضرب في ماما، يتتلي في ماما، بابا يتتلي في ماما، حتى اللي ماما ننت، بعد ما ننت ماما بابا حرق الجراري. هذا اللي قالوا ولد. ولد صغير قداش عمره؟ 3 سنين ونص. اي 3 سنين ونص ما نجموش نثبتوا شهادته صحيحه ولا. لكن هو حسب ما شاف. بعدين شنو صار حسب ما شاف؟ ماني شهور بنتي وانتبات، ماني شهور بنتي وين دفناها، ماني شهور بنتي عطاهاش بشويه شعرها يزي ندفنها وكهو. شنو اللي يخوفك انت في حاله سونيا؟ شنو اللي متخوفه منه؟ متخوفه من داخل شنو قلبك يقول لك؟ بنتي ميتة، بنتي يا ميتة يا ميتة يا مخبينها مسلسلينها يا دفنينها من غير ما تحاول. يقولوا ديما قلب الام خصوصا انه خبيرها، احساسها هي مشيت في اسوأ الاحتمالات في تقديري. ارتاح شويه مشيت في اسوأ الاحتمالات. انت شنو احساسك يقول؟ سونيا وين عندها؟ وين موجوده سونيا؟ بصراحه بكل صراحه ما نحسش اختي حيه، خاطر مستحيله سي عبد الرزاق، مستحيله كان اختي حيه وما تكلمنيش، مستحيله.
سونيا بنتهم، بحكم انت قربت للعائله ومشيت معاهم وجيت، أنا كل شيء في تقديرك شنو تتصور انا صار؟ كل شيء نقبله، الا حكايه مات ما نقبلهاش. نجم تكون سونيا خرجت من تونس هربت، علاش ترجحوا حكايه بنتي ليه؟ بنتي ما بنتك؟ تخرج ما تخرج. من خلال مجيئك للمسامح كريم شنو تتمنى يصير صراحه؟ أنا نتمنى بنتي وقعوا، نتمنى حتى ميت، حتى ميتة حتى عظام، تقول ان شاء الله ترجع لي بنتي. نلقاش عظام نردمهم حتى فم البيت. كان انت توا هذيك الكاميرا هاي نقولوا كان سونيا تشوف فيك شنو تقول لها؟ شنو تقول سونيا كان هي تتفرج فيك توا وهي موجوده؟ ان شاء الله كانت تتفرج فيا، ان شاء الله بنيتي تكلمني الاخرى حتى بالتليفون راضيه، حتى بالتليفون. الكثير من الألم وبصيص من الأمل موجود يبحث عن مفقود في المسامح كريم. وانا ناطر حبيبي ترجع لي يا حبيبي، وانا ناطر حبيبي، انا ناطر مهما حاولت اداري لهفة روحي ونار، مهما طال انتظاري انا ناطر. ان شاء الله يا ربي هذه الدموع تتحول الى دموع فرح ان شاء الله من خلال المسامح كريم، من خلال هذا الربط، ربط الصلة في المسامح كريم. ان شاء الله يا ربي تعود هذه الام، تعود ام زوز اولاد، تعود الى امها ايضا خالتي زهره اللي تشوفوا في حالتها. ان شاء الله يا ربي خلي الامل خالتي زهره، خالتي زهره يعيش يهديك، حط ربي في بالك، خلي الامل موجود. 8 شهور وني حاطه 8 شهور تعداو ما همش برشا. شوف فما امل كبير، امل كبير انه طالما انها ما ظهرتش اذا هي موجوده، هكا القاعده تقول. اذا كما شفتوا هذا ملخص من الحصة اللي بثتها قناة حنبعل من المسامح كريم قبل أيام. شفتوا الأم الملتاعة، شفتوا الابنة، شفتوا اللي هما ربما فقدان بنتهم يراوا أنه أو خايفين بالأحرى أنه الفقدان هذا مش مجرد وقت، مش مجرد 8 أشهر. الأم كان إحساسها كبير وكبير جدا أنه بنتها ربما تكون توفات، ربما تكون الغياب وراءه حقيقة موت. شفتوا الصور، شفتوا تفاعل الأم، شفتوا الحقائق اللي ربما حكيت عليها الأم. في الأثناء هذاك بعد البث مباشرة اتصل بنا زوج سونيا العجيلي المفقودة وقال راهو عندي حقائق، وقال سونيا ربما تكون غادرت أرض الوطن. يقول صحيح أنه هناك خلافات، يقول صحيح أنه هناك اختلاف مع عائلتها، ولكن راني أنا ما عملت حتى شيء. يقول اللي هو ربما بين ظفرين بريء من فقدانها. عمل نداء كما شفتوه، أكيد شفتوه تتذكروه، واجه الكاميرا هذه هي بيدها وهو قاعد في بلاصتي هنا، قال لها يا سونيا كان تسمع فيا أنا راني نحبك، أنا ما زلت نحبك، ارجع لأولادك وارجع لراجلك والخلافات الكل نحيهم. نحبكم تثبتوا مليح، ثبتوا مليح في هذا الملخص للحصة الثانية، ثم هناك حديث آخر. التاريخ 27 فيفري 2009. شكوك قائمة وزوج يطالب بحق الرد. المسامح كريم يحقق رغبة الزوج ويوجه دعوة سرية إلى عائلة المفقودة سونيا. أمي زهرة، بعد ما تعديتوا في التلفزة وحكيتوا على القضية متاع سونيا، العباد ايش قالوا لك؟ العباد الشارع اصبح مسكر، صبحت الناس عرضتني تجارة، كل تجارة، ناس شادة الشارع واللي هذا يقول لي باللطف لبنيتك، باللطف لبنيتك، ان شاء الله تلقي بنيتك، ان شاء الله. قلت له ما لقيت شيء. هدف البرنامج ايضا هو
نخليو الناس تشعر بمشاكلنا. كل عد- حاجه حسيت بتعاطف مع العباد، حسيت العباد الناس كل سقف علي، الناس كل سقف علي بعيد وقريب وحتى في الخارج كلموني. الحاجه الوحيده اللي تخليني تشدني نتهمه هو بالذات انه ما بدرش. كان جاته اختي مثلا كما نحكيو تقولوا هربت معناها من دارها، يجينا ويحكي معنا معناها يقول مثل معاني مع امي هاي مع بعضنا معناها هاي نخبروا عليها ونسالوا مع بعض. يا بالكش صح. الماضي اللي لا. بيناتكم ما نعرفش انا مشاكل قديمه تخليه ما ينجمش يعمل مشاكل المبادره هذه. قديمه سي عبد الرزاق كي طلق اختي ورجع لها بابا كتب له 150 متر تنجم تمشي معايا أي ونوريك صحيح. شهاده الملكيه. لا، قلت لي عليها 150 متر كتبهم له من الارض يعطيك الصحة باش يسكن بحذانا. من هنا تبدأ الحكاية، من هنا ينطلق سيناريو البحث عن الحقيقة. تحبوا تسمعوا التفاصيل كيفاش اختك اختفت؟ تحبوا تسمعوا التفاصيل الحقيقيه؟ تحب تعرف كيفاش بنتك نحب نسمع لها كيفاش ثبتها. كي يبدا فما شخص يعرف الحقيقه تحبوا تسمعوا منه هو؟ نكون يعني يكون يعرف حقائق، ويحكي يعرف بصدق أشياء. يعني ويحكي بصدق. ولا محل انا نعرفهم الكل اللي كي واحد نعرف شكون يحكي بصدق ما نعرف شكون لا. سي عبد المجيد بحذانا. سي عبد المجيد، نعم. مرحبا بك في المسامح كريم. بيك عايشك. اهلا وسهلا بك. عايشك خويا. ايش عندك اولاد؟ عندي زويز. انت تفرجت الاسبوع اللي فات في المسامح كريم واتصلت بيا. أي. قلت لي نحب نعطي رايي هكا ولا؟ اي. فانت تفرجت شكون حضر نهارتها في حضرت امها واختها. وانت توا جيت بحذايا باش توضح ربما بعض النقاط وتحكي وتعطينا بعض الحقائق ايضا. بالطبيعه. أنا أستقبل مباشرة زوج المفقودة سونيا العجيلي في بلاتو المسامح كريم. يا دنيا حراير كل شيء فيها كذبة، دنيا من غير مشاعر بنحس فيها بغربة. يحل الزوج في حضور الأم والابنة وتكون المواجهة مواجهة عنيفة، وصور لم تبث، صور تمنينا ألا تبث، فقط لنتفادى الصدمة، فقط لنجنبكم الألم، فقط لنكرس القيم النبيلة في المسامح كريم. اليوم تبث للإنارة فقط. نحن ديما نقولوا ديما ان شاء الله فما خير. سونيا تنجم ترجع لدارها وترجع لاولادها وانت وياها ترجعوا كيما كنت، والثمانية شهور هذوما ما تنساهم والاخطاء والاغلاط والكل والعرك والمشاكل الكل. نرجعها في الاستوديو ونعمل لها بوبليسيتي كما كان في الاستوديو اللي هي موجود، ورجعت لدارها ونقبلها. نقولوا خبرتش عليها لحد الان سي عبد الرزاق. اسالوا سؤال هذا بدك تعرف كيف سي عبد الرزاق تخبر عليها ولا؟ 12 يوم ما خبرتش على بنتي الا ما جيتني نشكي، الا ما مشيت نشكي يكبوا فينا. اخزر لي انتم حكيتوا لازم نسمعوه هو زاد. انا من قبيله لازم نسمعوه هكا ولا؟ سي عبد الرزاق من حقك باش تسمع. يعطيك صحة. اول حاجه الفقدان هو ماهوش ما فيش مضره لها بالكل. تسكن معايا لاباس عليه. حاولت انا وياها كانت تسكن بحذا دارهم، يعني كي نكري في الحومه، مره تسكن معايا في البلاد، مره تخرج، كل مره كيفاش، وهي اصل من اصلها يعني ما هياش متفاهمه هي ودار. متفاهمين دار انت اللي نكرتها على دارها وحاولتها. سيدي هذه المشكله هذه نتاع غموض، يعني الاختفاء نتاع زوجتي انا هو من هذون الزوز. كيفاش تحكي؟ انا حاجتي بحاجه مشي معايا. نمشي معاك. اعطيني النهار الاخر. نهار 12 جوان بالضبط. نهار 12 جوان انا خرجت هزيت نهز الليل المدرسه يعدي في الامتحان. نهار 12 جوان بالضبط عرضتني خارجه في الثنيه، ما بعيده حتى على الدار نتاعي. النهار اللي اختفيت فيه، اعطيني النهار هذا. نهار 12 جوان بالخميس.
وين ماشي؟ قالت لي تو نجي. وين ماشي؟ قول لي وين ماشي؟ قالت لي تو نجي. مشيت. يعني على اساس تجبد في ماندا من دارها، ما نعرفش الماندا حتى شكون بعثها لها ولا بقداش فيها ولا كذا. قصدت ربي من نهارتها ما رجعتش. والحق هي امي كلمتك، امي كلمتك. خليه يتكلم. خليه يتكلم. انت ما تفهمش حاجه، تو تفهمش حاجه. اصعب حصه في حياتي. اي تفهمش اصعب حاجه. مسامح كريم اليوم. انا خاطر مرتي ما نوصلش باش نضرها حتى مره، ولو انها يعني مهما كان تخرج حتى كان اختلفتوا. ما عنديش معها خلاف اللي باش يوصلني باش زوجتك اللي انت تعرفها اكثر واحد وتعرفها اكثر من الكل وين؟ زوجتي انا نقول في تونس ولا خرجت ارض الوطن، غادرت ارض الوطن. باهي نمشيو فرضيا في تونس ولا خارج ارض الوطن. يا هل ترى فما ام تنجم تستغنى على اولادها؟ حاجه عاديه بالنسبه للانسان كي تعمل مستحيل. هي قادره تنسى اولادها؟ مش مره مش اثنين تسلم لي فيه. بدل اسمه. شوف باش نقص اذا باش نواصلوا بالطريقه ذي باش نقص. اسمعني امي زهره ما تنفعلش اليوم السكر طالع. انا عرفت السكر طالع على الاخر. ولكن باهي هاي خلينا نهبطوا شويه. هاي استنى سؤال. علاش نحسك ما فركستش برشا على لا نلوج. مشيت نلوج وحاليا تو نلوج ونخدم ونلوج. انا واحد الناس يعني حتى كيف جيت لهنا البرنامج هذا باش نوجه لها هي حاجه خاصه. انا خليك توجه لها حاجه خاصه. هاي كاميرا وجه لها حاجه خاصه. نوجه لك الدعايه سونيا. اذا كان انت البلاغ هذا اللي بلغوه والديك اللي انت ميته وانت موجوده حيه وخايفه من العقوبات، انا مستعد اللي باش نسامحك لا اكثر ولا اقل. اي مستعد باش نسامحها وما يوصلها حتى حتى واحد. شنو السماح يقف الى حدود تعاونها كهو، اما مستعد ترجع انت ومرتك كما كنت؟ انا مستعد. هي قدامك تو في الكاميرا. انا مستعد باش نرجع انا ومرتي بعد غياب 8 شهور والشيء اللي تشوفيه خاطر السبب اللي هما هذا. اما وتنسى هذا الكل؟ ما عندي حتى حاجه باش ننسى. هذا انا هي تعرفني، هي شخصيا تعرفني انا. اي خلاف يصير ما بيناتنا هو قال كلمته الاخيره. مش صادق. كلمتك انت الاخيره. بنتي ميك. اذا كما شفتوا كما كنتوا تشاهدوا الزوج كان نزل ضيف على المسامح كريم في حضور. عملنا له عنصر مفاجئ وقت حضور الأم زهرة والبنت هدى أخت سونيا المفقودة. وكما كنتوا تشوفوا للمرة الثانية الأم زهرة تصر إصرار وصراحة توجه اتهامات فقدانها إلى زوجها. تقول ربما هو يعرف حقيقة فقدان بنتها سونيا. في سيناريو دراماتيكي، في سيناريو غريب نسبيا بعد اللي كنتوا تشوفوا فيه. الصحف التونسية والصحف الوطنية تخرج البارح بخبر أعتقد أنه خبر كان ممكن مفاجئ لبرشا ناس وممكن غير مفاجئ لبرشا ناس، لأنه انقسم وقتها الرأي حول هل الزوج يعرف مكان زوجته أم لا. وفما ناس يقولوا والله خطيه وما في باله حتى شيء. ولكن الصحف التونسية البارحة أي قبل ما نسجلوا الحصة نهار لحد بالضبط تنفرد بنشر تفاصيل مثيرة جدا. العثور على جثة الفقيدة سونيا بعد أن تعرضت إلى جريمة، والقاتل طبعا يعترف بتفاصيل الجريمة ويوري مكان وين موجودة الفقيدة سونيا. إذن هذا هو الخبر، هذه هي التفاصيل من خلال الصحف الوطنية التونسية. ثم نعود. التاريخ 15 مارس 2009، أسبوعان بعد بث حلقة المسامح كريم. قضية سونيا تتصدر الصفحات الأولى للصحف التونسية. لغز دام 10 أشهر ثم انكشف بين عشية وضحاها.
بعد أن دافع عن براءته ببرنامج المسامح كريم، مركزية الحرس الوطني تكشف الحقيقة. الخيط الذي قاد إلى القاتل. عندما تستنطق العائلة الجثة لمعرفة خفايا المأساة. الحياة بعدك غريبة، والشوارع مش حبيبة. في تونس ما ضاع حق وراءه طالب. إذا بكل أسف هذه هي نهاية سونيا العجيلي. حبيت تعزينا الحارة إلى عائلة الفقيدة، إلى والديها، إلى أبوها وأمها وهدى والأم زهرة اللي كانت حاضرة. والدنيا هذه غريبة برشا معناتها. الرجل جاء إلى المسامح كريم يدافع ويقول أنه بريء وأنه لا يعرف أي شيء، ولكن يتضح بعد من خلال الأبحاث الأمنية. وهنا نحب نشكر برشا 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 الفرقة المتعهدة بالبحث في هذه القضية اللي توصلت سريعا إلى كشف الحقيقة وإدانة طبعا الزوج الذي هو اعترف بجريمة القتل ودل على مكان سونيا. وطبعا في وسط ذهول عائلي كبير وكبير جدا، رغم أنه الأم زهرة، وأنا نتذكر الصور ربما اللي شفتوها أنتم وربما الصور اللي ما شفتوهاش اللي في الكواليس، أنه إصرارها وإحساسها وألمها وتمسكها بأنه زوج بنتها هو القاتل. نحب قبل ما نغلق هذا القوس نمشيو شاف فريق المسامح كريم إلى عائلة الفقيدة سونيا، ومشينا زرناهم بعد انكشاف الحقيقة. وهذا الروبورتاج. هيا ارتاح كمان. هي عند ربي تو عندها 8 شهور، ولكن وصلتوا للحقيقة. هذا هو والله رب العالمين طيحنا ربي وعاوننا الله والولاد الحمد لله. فرحة كانت في ناحية وعندي مخ عايش بنتي عاملين. وبحياة سيد الرئيس، مادام سيد الرئيس حي، مادام كل الأمور موضوعة. نشكر العدالة ونشكر الناس الباهية ونشكر الإذاعة ونشكر الكل اللي هو الحمد لله رب العالمين اللي قال هذه ضايع وظهرت بنتي. يا ربي لك الحمد. أنا تكهنت في الليل بنتي ميتة قبل ظهرها في الحفرة اللي يجي حدا الدار. كشفت قالت لي يا بابا الوداع، ما كرديت الوداع وتبكي. لو كان بإيدي كنت أفضل روحي. ثم قانون وثم شرع وثم عندنا بلادنا وربي يحييهم وربي يزيد فوق بحبار. هذا كنت أقول الحق.